الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، هناك بعض الملاحظات حول أو ما بعد انتهاء الحديبية. هناك بعض أحكام فقهية، فنحب أن نذكر إن شاء الله ما نستفيد أو ما حصل في وقت الرسول من أمور مهمة إن شاء الله. برايد عزيز، ما قول صلح حديبية خلاص بو، ولكن كان تشتي هناك تشتي شرعي هنا يبي إسلامي هنا لسر قد صلح حديبية دا بشتي بتاريخ إسلام دا شيبون أمي هنا كي لسر وانجي بساكن وانا درس مهم من تاريخ إسلام دا جمارة أمي بحثه ممكن إن شاء الله. أول شيء ما حصل في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، سمع بأن بعض المسلمين يذهبون إلى مكان إلى حديبية إلى الشجرة التي بايع الصحابة النبي تحتها، فيذهبون إلى هناك ويصلون. فسمع سيدنا عمر بهذا الأمر فقال هو شيء غريب، نحن ما زلنا قريبين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا الناس يعملون هكذا يذهبون إلى الشجرة ويصلون تحتها؟ فخاف بأن يحصل في المستقبل شيء لا يحبه الإسلام، أن يذهب بعض الناس إلى هناك ويتعبدوا ويطلب أمورا من الشجرة كما يحصل الآن. فقال اقطعوا هذه الشجرة وخلاص، الإسلام لا يقبل مثل هذه الأمور. إذا كان هناك ثقب صغير يمكن أن يأتي منها مصيبة، الإسلام يسده خلاص. فسيدنا عمر خاف بأن يكون في المستقبل مثل ما يحصل اليوم، الناس يذهبون إلى القبور وإلى الأشجار ويربطون تحتها الحبول والأوراق والأقمشة، يطلبون من الولي الفلاني والشيخ الفلاني. خاف بأن يحصل شيء لا يحبه الإسلام، نحن نقول شركيات بدعيات خرافات. فقال اقطعوا هذا الباب، وأمر بقطع الشجرة. قال خلاص انتهى، لا أقبل أن يحصل هكذا بين المسلمين. هذا ما حصل بين المسلمين. الإنسان ينحرف بسرعة يعني، فلذلك الإسلام يأمرنا أن نقاوم الخرافات والبدع والأمور المخالفة للشرع بحزم وإرادة، لا نتسامح في مثل هذه الأمور. هذا أولا. تشتك چيبو زمان در باس بو، پیغمبر وفات کرد عليه الصلاة والسلام، حضرت ابو بکر رحمت کرد. وقت حضرت عمر دا او دارا کتبی را و مگو پیغمبر لبنه داره کی سکنی صحابیه چوب دستی وی گرد ادوی داره هانه داد. وقت حضرت عمر دا هینکی هات جرا گو یا خلیفه بسلمان او جخ امیر المؤمنین خلیفه حضرت عمر گو والله و هیدی مسلمان مد چن بنوی داره لمشت کن داره پیغمبر سکنی چوب دستی گرتنه خیره چما چن لمشت کن دبیجه والله داره که مبارکه و الله و پیغمبر هاته بنیده ساكنية بيعات كريه دچل بنوي داري المشتكن اش داري المش ناكن اشاش نفع منكن يعني نكبو كافر دچل بني داري دبي دار كمبارك مهرن بني دار المشتكن. حضرت عمر غريب دمينه الله سبحان الله دبي ام ابقصاش پیغمبر دور نكت ليجا يعني ام اجا في الحياة لو زمان اوقا درباس نبي اوان مسلمانه چما اوقا زو دست بكرن تشتي شاشتكن خبر جوانات چینه و هناك صحابيات چینه دبي نهر نوي دار آنه جيكن داره جيت که دبي تشته وهاد اسلام دا تنن. يعني خليفه بعاقل، خليفه وكا حضرت عمر يا هر مسلماني بعاقل قرا او عقلي مغزن با زيرك بم كردي وكل بيجن زيرك يعني او قال لك زانبه تركي كلمه هاد بيجت تدبي لب او لبلبي فهمت كلب لبلبي نوك يعني تدبين او نوكي فهمت يعني في شكل هاني مسلمان قرب عاقل بزانبه بهنا خرابش كي جالي داته. حضرت عمر زانبو انسان جو خرافات حست كن بدعه حست كن تشتي شركيات ذهبن انسان حست كن لو ما قو والله ازد ترسم صبي هناك مسلمان مهرن بنوي داره هاني و ايجابجنا افدارك مباركه ام بنداري دعاياب كن اداوي هر هناك بناب دار كي واغريدن ور حاصله كلام چواك يرول هناك دولت ما مسلمانه انسان دچن جم قبره و جم تشتوي بیا دعایات کن یا شیخ فلان کس یا نظام داره فلان کس تشتي غريب و عجيب دبيجن يعني. اجا بزمان را قال لك تشتي نورمال درتن يعني هناك تشتي هي تزاني چيه ولكن 100 سال باش انسان نزان نبيه چيه داوي تشتي غريب درته. جوارا مسئله کی بیجم چند سال بره
المصري في مسألة دركت سر مسألة كو داوية إنسان شخا خراب دبا المصري دجيها كده قبرك هي دبين قبر فلان أولياء الله أولياء خدا يعني دمك السروي أو قبره هاني جدحب عشرين مازن هنا هروش أود بيجا أزي خدمتها في شيخ بكم أود بأزي خدمتها الشيخ بكم تبكي بارتنا نورمال بلات صداقات دوان دولات دنيرا هرو سريدش هرو تلفون دكن عسكرتين من لهف خصنا سريع بشكان دنا جواني بارا دولة فقير دبي شارع أو از في قبر الشيخ جبرا راكب ببمجي أكيدين نأف برا شر نكن تماشاكن بزمانة شقات تشتشات شدبن دولة وظلام وبوليس وعسكر وهالله تدي قانون دولتك وقبرك ذاكر إنسان وانتين يعني جوانات بيجن شد بين ساوجي مدعي تاني ودكتوري وانتين وجوانات كشف بكن أبيات شيا وشوابيا دكولن عسي حيوانا درتي تدا قولك زانش نا قولك شيخ نبو قولك بو بالصلاة يشنر جميع قولك أنا دعا كنا أبيا ولي خدي جرى دعا قرآن خواندنا والحاصل خرافات وبدعته وساكنه بلاك شدبن حضرت عمر وابيام اذن في تشتهان النادن كو صبر رو ده تشتكي امنا خازن تشتكي ده خرابتر دركه هرمي دارجه كن امودا و بر خدا به جو خدای خو خازن افدارانه برکت افدارانه واکن نه دار و برکت نه يعني او دار نداره کدی پیغمبر الجی کی رونش تا محق هل ندفر یا لوا حضرت عمر في درگاه هانه کرد گبرا في تشتهانه چه نبن ابيا نقطة أول برا هاي مجهبة لورا أمجانا بنيتا وسيلة بنيتا بركته هناك تشتي نشرعي كشريعات قبولناك خدي قبولناك أم دكن داوي جمال مخرات بل قالك ولاته ما تماشد ك دبي والله مشي أسهر فلان أولياء هاني ملوي قرآن خواندية ولا كشام لا زوجي مدعاء كر برا كشام بزوجه لا من كاريتنا وبرا كارك جرات جبه ور حاصله كلام نخوش ما وبرا نخوش ما باش به كاتي امتحاني برا امتحان دا بسر كفه تشتكو اسلام جي حسناك شو خدای خوب خازه پیغمبر امرت که اذا سالت فسال الله شو خدای خوب خازه يعني ابي نقطه كي ابكي ماني انا تاريخ مدى چبو لحضرت عمر وكنا دكتوره كي زيرك دكتور جهاتي در حال نقاشنه فهم كر و مصيبته ابي مصيبته نيلن در حال ويداران جيكر قبل دفترانه ورقرتن بله وقت همچون حج و عمره همچون حدیبیه ام ناچ جبان بنداره ام دبن تاریخ کی هبیت وردم بی تاریخ فهم بکن مصیبت کی چوا چه بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام او قصال او قص روج دبرام مج درسك جهات النم چون من داره عبادت ناکنن جبان درسك حکمتك فایده تاریخ امد افچ چه بی افجی انه سمبولا چیه جبانی ام دچن برابیا بیرام دابه أمر شيء آخر حصل بعدما عاد النبي إلى المدينة من الحديبية وفي الطريق تعبوا كثيرا يعني ربما أسبوعين ثلاثة وهم في الصحراء حديبية تعبانين وكذلك يسيروا ففي الطريق ظاهر ساعة متأخرة من الليل قالوا سننام من سينتظرنا أو من سيوقظنا لصلاة الفجر فيقول بلال أنتم ناموا أنا سأبقى فايق أنا أناديكم صلاة الصبح حتى تصلوا يعني لم يكن عندهم علارم ولا هكذا في التلفون قال أنا سأبقى فايق وأنا أناديكم في وقت الصلاة النبي قال تعبان سننام شوية مثلا الساعة 11 أو ساعة واحدة نفترض أو 12 والصلاة ساعة 5 يعني 4-5 ساعات قال نستريح شوية فهو قال أنا أبقى والظاهر هو كمان نام ولم يفيقوا إلا والشمس طالع وضاربهم يعني بحرارة الشمس فاقوا يقول ماذا حصل بلال يقول أنا كمان نمت ما يهمنا بأن النبي قال توضأوا وسنصلي يعني إذا فاتكم الصلاة نسيانا ونوما تصلوا حينما تتذكرون هذا هو القانون الفقهي الإسلامي فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وربما هذا الأمر حصل مرة أو مرتين ولكن ما حصل ربما أول المرة بعد العودة من الحديبية في الطريق النبي قال هكذا تعملون إذا نمت وفاتك صلاة حينما تقوم تتوضأ وتصلي لا تؤخرها إلى ساعات كما لا تقول بكرة أنا أصلي أو بعد ساعتين لا خلاص الآن في عندك إمكان توضأ وصلي هذا ما فاتنا عن نسيان وعن نوم وهناك خلاف بين العلماء الذي لا يصلي عمدا هل سيعيد لا يعيد الأئمة الأربعة الشافعي والإمام الشافعي الإمام أبا حنيفة المالك هؤلاء الكبار يقول عليه القضاء على كل
إذا لا يقضي كمان فليعلم بأنه ارتكب أمرا عظيما جدا. ترك الصلاة يذهب الإنسان إلى الكفر على كل، إما أن يعود يصلي وإما أن يستغفر الله عز وجل على أنه ترك الصلاة. نقطة دوامين قالوا جماعة پیغمبر عليه الصلاة والسلام زفرين الحديبية هاتن دني بريدا وتزانا ما قويا ده حفته سي حفته الحديبية اللي تشوليمانا برشيبونا رحتبونا قرمة إسر حتنا دريدا بشاف درنجي شافي قو والله أمانا هنكي بكيفن خو حتى سرس به وما سرس به جارك هذه بمشن يعني. فقط بروبلم كيوان هبو بروبلم چيه دزانن برياك رحت بونا بدنوان إسرحت نكرنا تبيك أم بكيفن خو لما يجد چه كي مشيار بك بلال حبشي خدا جرازي رضي الله عنه تبي يا رسول خدا ورازن أز شيارد منم أز وراكم لما يجي يعني تشتكنا بون ادبي تام دادي بام كيفن خو والفقير اوجي وكوانه اوش خودات يعني عادتي انسان كمرة راحت به دوسته هلاك بكردي بين هلاك يعني خو مر بايت اوجد كيف خو وار حاصل شعب خفتكن كواي رو دركتيه حتى كتاب هذا بجد بقرمه روجه شياربون يعني قرمه وان درجه قرمه ما شاء الله بقرمه شياربون لما جمل ما تشوف تشتج مره مهم شيء لما جات تتخوداي لما شو ترى نبو لما جا سرس بيا لما جا عسل لما جا كي تخودا ماي تشتكو انا متخازن بيجن پیغمبر علیه الصلاة والسلام جوارا گو اگر تشتکی با هات سروا دست میجا خو بگرن او لمیجا خو بکن دست میجا خو بگرن لمیجا خو بکن حتی روجا هاتی نیلن حتی انزا زمان کی دی نیلن مصیبت تلفن لت کی مرونزان آکیش ور حاصل پیغمبر امر وانت کرد به جارا کاتی کل میجه ولو چون لمیش رابن لمیجا خو قضا بکن یا جن بجن اعاده لمیجا بکن مثلا جانا انسان مدبین چه دبی لمیجا سبه اکتنه کرد چه نبت حتی روژا هاتی سر اسبیت لمیج بکی یا جیتی حتی لمیجا نیوروی بسکنی لمیج نکی نه پیغمبر چواش خو رابو گوه چوا دست چوا اون رابونش خو لمیجا خو بکن کی گارانتی دایته حتی نیوروی نمری گارانتی متنه لمیجا خو بکن یعنی اون خو دامان یا جی وش بیر واکر دبه نخوشینه کی مصیبته کی درده کی تشته کی تجبیر واکر کو تلمیج نکریه تچوا چاویق واکر تو وای دزانی لمیجا تچو در حرابه لمیجا خوش خوابکه نبیجه دز صبح لمیج کم هفتاتی از لمیج کم نه لی مسئله سرچه ده هیویج برای وجه بل لمیجه کو ام بزانه بو ناکن گلک جمع ما بصاله لمیج نکری اف انسان هانه عجبای لمیجا قضا بکه یا نکه امام مازن هر چارد بجنه قضا بکه دلیل آوان چیه دلیل آوان دبی اوه کد خودا دمینه قضات که بیچ ما قضا ناکه هین کیش دبیجن نه خدای عفو بکه گناه کی پر مازن کریه والا یعنی او گناه آنه دایجا که خدای عفو کرنه کرم ویج نزانن ور حاصله کلام امن سر رأی هر چار امام مهرن اوه کل میج خوب بزانبون نکرج اول امر توبه که باش بکه یا ربیت من عفو بکه مکی مانی که پر مازن کرد او برهم لمجه قضا بکه و سنت زیده بکه و خیراج بده بلکی رب عالم گناهی عفو بکه لورا ترک الصلاة تشتکی مازنه دو قرآن دا همن یک جوان گناهی که رب عالم بحث کرد و وانا چما جهنمه دامانه چما چونه جهنمه دوی والا لمج ندکرن بحثا ملت کرد به پشت وان هنک انسان اخراباتن لمج ندکرن دمك بحثا حضرت إبراهيم وحضرت موسى وحضرت إسماعيل ذكرتك داوود ببشتوان فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة دبي بشتوان ملت هاتن تاريك الصلاة هاتن يعني نابجة دزبون نابج زنايت كرن أفانا تاف رب العالمين كريا بنيا لميج دبي تاريك الصلاة هاتن لميج نكرن باش دو كيف أخذون لو ما المسألة لميج الجورا إسلام من بجن خطة صورة ها خطة صورة امان اهمال دلميج دبرانه به لميج تدبن زيكي خدي ان شاء الله حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبي اول قيامت داج انسان مسلمان دبي جاور لميج افيا هيتنا لميج هبه تمام دمك يديج باشتن كل لميج تنا به دبي هم دا عوده مال تخربوچ خدي ويجي مجي تباب جنا جهل طاعته ان شاء الله امر اخر بعد العودة من الحديبية وصل إلى المسلمين إلى المدينة شخص اسمه أبو بصير مسلم من مكة هرب وكما تعلمون كان هناك اتفاق أي مسلم يأتي إلى المدينة والمشركون يطلبونه سيعاد إليهم فهذا أبو بصير يأتي إلى المدينة المشركون يرسلون إليه رجلين ويقولون للنبي أرسله معنا
فرسول الله يقول له ارجع معهم، فهو يقول يا رسول الله هؤلاء سيعذبونني، سيفتنونني، سأترك الدين، هكذا يعذبون. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم اتفاق، هذا هو الاتفاق، وكنت تعلم لماذا أتيت، فخلاص يعود بلا إرادة. وفي الطريق يعني يرى حيلة ويقتل أحد الذين أتوا، يقتل أحدهم والآخر يهرب إلى المدينة. حينما يأتي مفزع خائف، النبي حينما يراه يقول هذا رجل رأى الموت، قبل ما يتكلم يقول يا محمد رجلكم قتل صاحبي يعني. والحاصل ماذا يفعل؟ فبعد قليل يأتي أبا بصير يقول يا رسول قد وفيت بوعدك، أرسلتني فنجاني الله منه، قتلت واحد وأنا هربت يعني. فالنبي يقول حسب الاتفاق لا ينبغي لك أن تقيم في المدينة، اذهب إلى ما تريد. ولكن النبي يعطي إشارة يقول إنه مسعر حرب، يعني هذا الرجل سيشعل الحرب لو كان معه رجال. يسمع سيدنا عمر بهذه الكلمة ويكتب رسالة إلى النبي، عفوا إلى المسلمين في مكة، ويقول لأن المشركين حينما كتبوا العقد أطلقوا سراح المسجونين المسلمين عندهم في مكة، لأنهم يعلمون لو ذهبوا إلى المدينة سيعادوا، فيطلقون سراحهم. فحينما يذهب الرسالة إليهم فهم يلتحقون بأبا بصير في جبال مكة وأطرافها حرب العصابات، يبهدلون أهل المكة. في النتيجة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل هذا مرة أخرى، ويقول نريد منك أن تلغي هذا الشرط، خلاص ندمانين على هذا الأمر يعني، لأنه قد أزعجنا كثيرا، عصابة قوية ما شاء الله. فيندموا، وبهذا الشكل يفرج الله عن هؤلاء المسلمين فيعودون إلى المدينة. ولكن أبا بصير حينما النبي يرسل إليه الرسالة بأنه قد انتهى هذا المشكلة، يعني الشرط ألغيت فتعال إلى المدينة، فهو على سرير الموت مريض جدا، يقرأ الرسالة ولكنه يموت، يقول بلغوا النبي سلامي ولكن لا أستطيع أن آتي، فهو يموت في الصحراء يدفنونه هناك، ولكن الباقي يأتون إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا الشكل أظهر الله حكمة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أبصر وأعلم وأحكم من سائر الصحابة. نقطة سيمين تبرا ومقو یک شرط وانگو کیجا مسلمانه کی ظلامه کی ورم مدینه و نبزفرینن شرط هبو چند رو در باسی و ظلامه کیج مکه هاد مسلمان ناوی ابو بصیر جراد بجن هاد پیغمبر گو خیره گوز حاتمه رویه مجون از حاتمه رو کی درو سیر و خلاص بود دحب کافرج مکه هاتن گوله ماتنه تبیا بدی من ببن بده پیغمبر نکاره ندقش بازار آوان اویا گو یا رسول خدا از قربان تمت بنشینی والله وانا ظلم علمت کن ور حاصل عذاب بده من از ببم کافر گو بازار ما اوه چه بکم يعني مجبور تهاري فقير در تبوانا تشد نيفي ريدا شكلك حيلك يتكا شوري اكا جوان دستينا شور دستينا ويدوك جا يعني دوك جا ابيدي فقير ها بازده دوك جا مدينه دو ترسه چاوك پیغمبر جوید دينه دبي والله ابيا مرنديتي او قصا خوانيش الرنگي نمايه تديب كردي جام بجن فلان كا زربيه دبي ابيا مرنديتي والله فقيرو ها دبي محمد بي والله ظلامي واه بالي مكشت كشت والله دستم دان من تسليمي وكر وظلام ونا نكشتا زمانك دمينا ابو بصير جيته شوري دست ايده دبي يا رسول خدا تمشانت توظيفه كر لي خدا مجوان خلاص كر اسفلتم ولاد بيت فلتي ده لجرات المدينه ده نميني هر چی کدا چی سربستی اما الگورا بازار عمل مدینه دات نکاری بینه دبی تمام از هرم لی پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلمه کپر غریب و عجب بشه دبی اویا حربه درخه اگر کد دگلوی ظلام هبن اویا حرب درخه حرب مسعور يعني ابي كو اگر گشت کن گشت کرن زانی چی اگر زیادت کن دبی اویا اگر کی گشت کد دگلوی ظلام هبن شفرت اكيد يعني پیغمبر او اشارت اكيد حضرت عمر اینکه کتاب من اول دبی وقت وی خبردان تو گویی زانک پیغمبر گوتیه چه لورا پشت کو صلح حدیبیه خلاص بو مسلمان کل مکی هبون باوی وان برای وان گرتبون کربون زنجیر وان وردان و دا ایجا انا سربستن گو خیرم سربستن گو ما بازار کی دگل مسلمان کریه و نهار مدینه جا امی ابخادن و مجبور ورن اما قز احمد ندینن
تی 500 کیلومتر هری 500 کیلومتر وری هتی وری برای یعنی ایوانا ایش فقیره در نک حبسه در کتن اما نچونجی کی مكتوب حضرت عمر گشت گوی وان ابو بصیر شکر ابو بصیر ها در دور مکه وان چیای هانه دا و ام بیجن چه جرا گوتنه کی آنا ام نویرم بیجن پیشمرگه ام نویرم بیجن گیریلا وان کلمه نویرم بیجن لی چک داره کی تعبیر ایرو وان گوتنه و ساکن یعنی چک داره کی سلاح لی چک داره یعنی معنی سلاح لی کی الچیادا ما ور حاصل دوای کیب قفل ده دوای جوان صد ادنه دانی سریبی مسلمان مکتوب حضرت عمر خواندن فهم کردن والله وای اشارته کی هه تبج مکه درکتن چون گشتن بی و بون گروبا کمازن پنجی حبسات حب ظلام درکتن و تبج ظلام ها تب میرن يعني تبج هاتینه يعني جوان ده بری حضرت خالد جی هه يعني ولید جی هه بری ابو جهل تیده هه هشام يعني وان تب ظلامن تبج میرن يعني میر ظلامن تیرا خو ظلامن فینجی حب هفته حبسات حب درتن ایجا کاروان مکید کی جالده چند داوین پیشیا وان مال وان دستینن شر بکن ظلام اجدو کشن ملت مکه نهرتم حضور وانتنه دچنجی هر ده هندا بو انت دی مثلا ای شروان چیه دا تدچی تو نادی نخوت شیرن اوانا دچن کس کیتنه تنه درتن دروا ور حاصل بکردی بجن الا الله يعني هرتن چارتنه مکتوبه کیش پیغمبر اشار گویا محمد امشتر رجات كنت وانا قبول کی ام پوشمان حیرا ام شرط يعني ام پوشمان بون و ظلم مال بخرا کرد پیغمبر علیه الصلاة والسلام مکتوبه کیش وانا تشینه تبي هر براور و کافر پوشمان بون ایزن وان درکت رب عالمه دری خیرش ما را فکر ایجاد تشتی کو قواد دل مربا پیت شوته اف مازنه وان ابو بصیر نخوش کتیه حالی تنه مکتوبه پیغمبر تنه ددنه مکتوبه خواهینه استیب شعبی تن خاری دگری دوی از پیغمبر مکارم بدینه میدی از نمرم يعني او فقیر اللي وفات که يعني او ناقشه پیغمبر لی دوی و سلام مش پیغمبر را بیجن علیه الصلاة والسلام سلام مجرى بيجن لي از امر نيمه يعني خدا جرازي باولوي وفات ك اولوي دفن كن ولا وان صحابي دنيتني ابياجي علامات تشيك پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام بحكمت بو زانا بو شرط کی جوانا گوند خوازن از دینم فقط اون هر پوشمان ببن تیسه او پوشمامون اوانش پیغمبر رجا کرد گو ام قربانتنه ام اشتر رجات کن حیرت ام پوشمامون حیرت ما توبه بی شرط راکه پیغمبر جی بی شرط آنه را کرد اوان انسان هانه هاتن گشتنوان وار حاصله کلام اوان هر سه نقطه مهم پشت حدیبیه مخواست امجوارا بیجن براهای وجه به وان تشتیانه تفچه بون یعنی چکدار بود کتون سه چیه وار حاصل پارتیزانیت کردن مشرک مکه پشمامون بلا بو بلا سریوان به وی شکل دفتر اوان جهاد گرتن رب عالم جوان صحابیت راضی به ان شاء الله مجرى وان و سنت پیغمبر جی محروم نکه ملسرية هاني ربي عالمي حتى مرني مبدأ مشاندن إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله.